عايز اقول لك انك بعد الفيديو ده مش هتحتاج تتصور تاني، لان اعرفك على ميزه جديده في الذكاء الاصطناعي. خليك المره دي بقى تعمل كاركتر بس بصورتك انت، زي النموذج اللي قدامك ده او ده وكمان ده. مش هطول عليكم ويلا بينا، اخليك تجرب على صورتك انت وتطلع نتائج احسن من دول كلهم. اول حاجه كده انا هبدا افتح متصفح عندي، هبدا اكتب في المتصفح اللي عندي فري بيك. هتقول لي فري بيك ليه علاقه بالذكاء الاصطناعي؟ اقول لك اصبر. هنفتح فري بيك كده وهتلاقي حاجه اسمها التولز فوق، هنقف على الاي اي ايمج جنريتور. وبعد لما تخش على الاي اي فري بيك تبدا تدوس على الكاركتر اللي عندك هنا. وبعد لما تدوس على الكاركتر في الصوره، انا عامل كاركتر هنا، هقول لك ازاي تعمل كاركتر بقى بصورتك انت. هتدوس على نيو كاركتر. اول حاجه الكاركتر ده هتسميه ايه؟ انا هسميه عمرو عادي، واختار النوع بتاعه ميل. وهنا انت هتضيف له 8 صور ليك يكونوا واضحين، يكون وشك فيها الملامح باينه، وممكن من كذا اتجاه برضه علشان تسهل عليه الدنيا. انا هدوس هنا احدد له 8 صور كده. مش مهم بقى الصور دي متصوره وراك حاجه، انا خدت صور اليوتيوب عندي مفيش مشكله خالص. بعد لما عملت الحاجات دي هتسيبها هاي زي ما هي، لان انا جربت الترا والهاي الاتنين مفيش فيهم فرق جامد قوي. وهتدوس ايه؟ كرييت كاركتر. بعد لما يحمل معاك هنا هتلاقي صورتك بقى عليها علامه كده عماله بتحمل. هو كده بيبدا ياخد الملامح بتاعت وشك بالظبط. لما الصوره تظهر عندك بالشكل ده كده كده انت خلاص جاهز. تعال اقول لك بقى هتعمل ايه. عندك في الموديل هنا، انا الصراحه انا جربتهم، هو بتبقى ديفولت بتبقى كده. بس لو انت بقى عايز الصوره دي نفس التفاصيل بتاعتك و2K فانت استخدم الخيار ده، لان انا جربته ولقيته خطير جدا، بيطلع لي الملامح هي. طبعا انت عارف الذكاء الاصطناعي لو بيطلع حاجه مصطنعه بيبدا يعمل لك كاركتر، ما بيعرفش يقلد الكاركتر بالظبط، لكن في الحته دي خطيره جدا. فدي انا جربتها ودي طلعت معايا نتائج خرافيه. بغض النظر ضايفين ادوات جوجل برضه عندهم هنا كمان في الموقع، ودي حاجه جميله جدا. فهدوس على الخيار اول واحد ده، بعدين بيقول لي اختار الستايل. هبدا ادوس على الستايل كده. انا بحب ستايل الصوره يبقى عادي، صوره عاديه فوتو، فهختار فوتو. وهتيجي عند الافكت هنا عندك كذا اختيار. عندك الصوره يا اما بورتريه، يا اما مثلا تبقى جايه من تحت كده اللي هي الزاويه اللو انجل، يا اما ايه الميد شوت. فانا اخترت الوايد. واخش تاني كده على الافكتات. انت كده اخترت نوع الكاميرا، ممكن تختار اللون كمان اللي عايز تتصور بيه. في الافكت الدراما ده، وفي اللي هو بيبقى عليه شمس كده من على الحروف عندك وغيرهم. انا هسيبك انت تجرب. اللي انا اخترته في الاضاءه هو كان الخيار ده. كده انت ضفت كل حاجه، فاضل لك الكاركتر. هتدوس هنا كده وهتدوس على الكاركتر بتاعك اللي احنا عملناه. كده انت فاضل لك حاجه واحده وهي البرومت. ممكن ما تكتبوش، بس انا عايز اوضح له بالظبط انا عايز ايه. فهفتح جوجل ترانسليت وهقول له مثلا عايز الشخصيه اللي انا اديتها لك دي في هيئه رجل اعمال مثلا قاعد على الكرسي في شركه. هنشوف هيعملها لنا ازاي. وهاخد النص ده كوبي وابدا اضيفه له هنا وافعل الاي اي برومبت. كده كل حاجه معانا تمام. بيقول لك طبعا انت عايز صوره ولا 2 ولا 4 ولا 8 لحد 12 صوره. فانا هخليها مثلا 8 صور وهدوس جنريت. الجامد بقى في الموقع ان هو بياخدش وقت خالص، مع اني اخترت ريزوليوشن 2K، بس برضه بيميز نفسه ان هو بيطلع لك النتائج، يطلع لك في وقت قياسي. بدأ يظهر معانا الصور اهي، عمل لنا 3 نماذج والتانيين بيحملوا. تعالوا ندوس كده على اول نموذج. ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ بالملي الصوره بالملي، يعني حتى البروفايل اللي لابسه هو نتائج حلوه جدا يا جماعه. النتائج دي ده فعلا انا بالملي. هو بس ده هو ركبني ازاي انا ما اعرفش. مش عارف فعلا الذكاء الاصطناعي راح بينا على فين. اديته صور عمل لي انا قاعد في لوكيشن وفي كل حاجه تعالوا ندوس جنريت تاني كده ونشوف النماذج التانيه اللي هتبدا يعملها لنا. لا 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 لا, لا ما تقولش ايه ده. لا 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 جامده، جامده مو، يعني ما فيش اي حاجه مختلفه. ايه الصور دي يا جماعه؟ ايه النتائج الجميله دي؟ ايه ده؟ ايه الاشخاص دي كلها صورة انا؟ تمام. تعال ندوس جنريت تاني كده نشوف هيعمل لنا نماذج اجمد من دي ولا هي دي بس اللي عنده. لا جامده، جامده مو. ده كل حاجه يعني. الشخصيه اهي اديته صوره بيركبها لي لوحده. طب تعالوا نجرب كده حاجه تانية. انا الصوره دي جميله عجباني. هدوس هنا هبدا احملها بقى ايه 4K. دي هتبقى جميله جدا. اتحملت معانا. ممكن اغير بقى الافكت شويه، ممكن اخلي اللون مثلا النيون ده، واقول له جرب كده زيع بقى. انا خلاص بقى زهقت من الصور دي ان انا قاعد في مكتب وكده. انا عايز بقى ايه، نعيش اجواء دراميه شويه بقى. حط لي الوان بقى وكده وريني هتعمل ايه. يقول لي من عينيا، عد على ايدك 6 ثواني بالظبط وابدا اعمل لك النيون واعيدك على الكرسي وكل حاجه. ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ صوره جامده جدا والكواليتي يعني مش عايز اقول لكم. تعالى كده نحمل الصوره دي كده، حملها 4K. اتحملت معانا هنا. بصوا ايه ده؟ ايه الكواليتي دي؟ يعني يا ريته بيكروتني حتى. ده انت بتعمل الجوده هي. لا جامده موت. لا ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ لا في حاجه غريبه. واقع ودى نفسه في حته تانية خالص. واللي دقك في كده انه بيقول لك احنا لسه بيتا، يعني احنا لسه ما عملناش النسخه اللي في دماغنا برضه. تخيل معايا كده بعد لما يخلصوها هيبقى عامل ازاي. اما ده بيتا. ايه ده؟ اتفرج على النتائج، اتفرج على الالوان. عايز لي نيون؟ خد صور نيون ايه، احلى نيون. لا
جميله جدا. تعالى بقى نجرب حاجه تانية كده بسرعه. اقول له مثلا غير بقى اللبس ده كله وخليه مثلا في شكل مهندس، يلبسني بقى الخوذه بتاعتهم ونشوف هتبقى عامله ازاي. ارجع هنا على جوجل ترانسليت واشرح له كده. طيب يلا ناخد ده كوبي ونضيفه هنا بيست ونقول له جنريت. الحاجات دي لسه انا اول مره اجربها معاكم، اللي بيجي على بالي كده بكتبه وظبطت بقى ظبطت، ما ظبطتش خلاص، بس انا متاكد ان هي هتظبط. مش عارف ليه كده متحمس فعلا اشوف الصوره هتبقى عامله ازاي. بص النتيجه عامله ازاي. ايه ده رعب يا جدعان. لا 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 لا. وعامل لي شمس من هنا ومظبط الاضاءه. ايه ده؟ وايه الصوره دي كمان؟ لا بس دي ما ظبطتش، دي حاطط لي اتنين مني بس حلوه شغاله. ودي كمان بس حاسس فيها برضو فيها عيب هناك. لا لا جميله جميله النسخه دي موت، حملها معايا. بس مش هطول عليكم عشان انا لو قعدت اجرب هجرب للصبح. الموقع جميل جدا واللي بقول له عليه بيعمله لي. ملابس مهندس، ملابس طيار، بيزنس مان في شركه نيون، افكتات، كل اللي انت عايزه هيعملوا لك. هسيب لك لينك الموقع في الديسكريبشن، ولو في اي مشكله واجهتك ولا اي حاجه تواصل معايا. ولو مش عارف تعمل صور ليك برضو قول لي وانا هعمل لك صورك بنفسي. بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشترك في القناه علشان يوصل لك كل جديد. شوفوا وشكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.